ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قوي 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 قوي، وسامحوني ان انا كنت غايبه عنكم، بس طبعا كان غصب عني. والله العظيم يا بنات انا كنت تعبانه جدا وكنت راقده في السرير خالص. يعني حتى الفيديوهات دي كانت قديمه عندي، ما كنتش حتى قادره ان انا اسجل او قادره ان انا اتكلم. ما كانش عندي باور خالص. الحمد لله على كل شيء، الحمد لله على كل حال. الحمد لله على نعمة الصحة، الحمد لله. الواحد لازم يمر بالفترات دي عشان يعرف قد ايه نعمة ربنا عليه كتيرة وكبيرة. فادعوا يا بنات في الايام المفترجة اللي احنا فيها دلوقتي، العشر الاواخر دولت، ادعوا ان ربنا يشفي كل مريض يا رب. انا كده كنت بعمل الصبليه ده كنت بعمله، كان اوردر قبل رمضان. كان عندي عروسه تتجوز، وكانت طالبه مني اوردر صبليه وكحك وبسكويت وكده، وحبيت ان انا اصور الصبليه لاني ما نزلتهوش معاكم قبل كده، لكن كنت منزله بقيه النواعم دي. لكن زي ما انتم عارفين كالعاده ان انا لما بتلخم في الاوردرات عندي ما بنزلش اي حاجه، وببقى ملخومه اصلا لوحدي. زي ما انتوا شايفين كده، انا كنت بعمل بقى يعتبر وانا رايقه كده، وابني كان واقف جنبي كان بيتفرج عليا. انا طبعا هنا ما قلتش المقادير بتاعه الصبلي، بس هقولها لكم ما تقلقوش. وبنات انا عايزاكم في حاجات كتير قوي، مش قصه مقادير بس، يعني ممكن اقولك على مقادير وتيجي انت تعمليها، وتبقي انت ماشيه على المقادير بالظبط وبالملي، وتطلع معاكي مش نفس اللي انا عاملاها، وتطلع معاكي النتيجه مش واحد. فهو الموضوع هنا بيرجع ان انتي الموضوع حساس، انتي بيرجع ان انتي بتتعاملي مع الحاجة دي كذا مرة. خلاص انا عارفة التيست بتاع الصبلي بتاعي ده هيجي لو انا حطيت له رشة دقيق، هيجي لو انا حطيت له معلقة زبدة. فهو بيجي كده. يعني انا المقادير اللي بقول لكم عليها ديت بتيجي في اوقات ما تظبطش معايا، يعني انا خلاص انا واخده بقى ايه، ان انا هزود بقى عندي شويه دقيق كده، انا تمام. العجينه انا خلاص انا ببقى عارفه قوام العجينه المناسب بالنسبه لي. لكن هرجع اقول لكم برضو المقادير، اللي حابب يعمل المقادير بتاعتي ديت يعملها ان شاء الله هتبقى ناجحه جدا جدا جدا. فبيرجع يا بنات لموضوع المقادير بتختلف معانا، بيرجع من نوعيه الزبده اللي انت مستخدماها، بيبقى فيها سوائل عاليه عن اللي انا مستخدماها ما فيهاش سوائل. بيرجع الموضوع على حسب الخامات اللي انت شغاله بيها. فسيبكم من ابني كان بيلعب في الوقت دوت. هكلمكم دلوقتي عن المقادير. انا معايا هنا 250 جرام من السكر البودر، عليهم 800 جرام من الزبدة، عليهم 1000 جرام من الدقيق، يعني كيلو دقيق عليه 800 جرام من الزبدة، عليهم ربع كيلو من السكر. هنحطهم في العجان، بياخد من 8 ل 10 دقايق على حسب الضرب بتاعك كويس ولا لأ. وهنا كمان بيبتدي يبان معاكي الصابليه. بصوا بقى، الصابليه هنا لو ضربتي فيه زيادة عن اللزوم هيبقى عايز منك دقيق. لو ضربتيه القوام المظبوط او الوقت المناسب بتاعه، ما انا بقولك بيرجع الموضوع على حسب الخامات اللي انت شغالة بيها، وحسب المعدات والامكانيات برضو اللي انت شغالة بيها. لو زودتي ضرب في الصابليه هيبتدي ياخد معاكي دقيق، وكده القوام بتاع الصابليه مش هيبقى القطعة اللي بتمسكيها تقطميها تضيف في بقك، لا هيبقى فيها حتة نشفان كده، لان انتي زودتي على المقادير دقيق. طب زودتي ليه دقيق؟ عشان العجينة ضربت معاكي اكتر من وقتها او اكتر من اللازم، فبقت محتاجة دقيق عشان تمسك معاكي العجينة، وتقدري ان انت تفرديها وتشيليها على السمك اللي انت محتاجاه. طب لو ما ضربتهاش كويس هتبقي حاسة ان العجينة محتاجة زبدة. فهو الموضوع يا بنات خلي بالكم بيرجع للموضوع الممارسة والنظر. فانت لازم تبقي عارفة العجينة ايه اللي بتريحك في الشغل وبتشتغلي بيها، لازم تبقي عارفة القوام بتاعها، لازم تبقي عارفة التكنيك بتاعها. هنا الموضوع ما بترتبش معاكي على مقادير او وصفة وخلاص سجليها وكده خلاص انت هتعملي الصبليه فله. فخلي بالك الموضوع بيرجع لحاجات ممكن ما حدش يقولك الكلام ده، بس انا عشان شغاله ووقعت في النقط دي كذا مره، فانا عارفه الموضوع ده. وبقولك بصراحه وبامانه عشان لما تيجي تجاوبي حاجه زي كده والاول مره هتبقي انت مش عارفه انت ايه القوام المناسب بالنسبه لك، عشان انت هتبقي عاملاها اول مره.
جربي بقى، هاتي حتة عجينة للقوام اللي انت عملتيه، وابتدي ان انت تفرديها عندك على الترابيزة او على البوردة او على اي حاجة. هتبتدي ان انت تفردي وتشيلي معاكي قطعة العجينة، ما تشيلتش معاكي كده بالسباتيولا واتكسرت، لا يبقى كده العجينة دي ناقصها شوية من الدقيق عشان ناعمة خالص. طب لو طلعت قاسية وناشفة كده وماسكة نفسها قوي، انا مش محتاجة القوام ده، هتطلع معايا البسكوتة معضمة شوية. فيا رب تاخدوا بالكم، وان شاء الله هتعملوا احسن مني كمان. وده كان شكل الصابليه بتاعي بعد ما زينته وحطيت في الحشوه بتاعته من النص. يعني كنت بلزقهم بنوتيلا خام، ما كنتش بخففها بزيت ولا اي حاجه، عشان تفضل ماسكه معاكي والقطع تبقى لازقه في بعضها كويس. وكنت بغطسها كده او بنزلها في شوكليت. وزي ما انتم شايفين ما شاء الله الشوكليت هنا لمعتها حلوه جدا، عشان انا كنت عامله لها التمبرنج دوت يعني. ما بديش وقت للشوكليت انها تسيح كلها عندي على البخار الميه او في الميكروويف. لازم بخرجها كده نص تسيح، وابتدي اني انا اقلب فيها واقلبها واخليها تسيح من الحراره نفسها. زي ما انتم شايفين طالعه معايا بلمعه حلوه جدا بسبب التمبج اللي انا عملته لها. وحط عندي الوان على الشوكولاته، دي الوان زيت عشان ما تكتلش معايا الشوكولاته وتطلع معايا حلوه جدا زي ما انتم شايفينها. ودي زبده لوتس كنت مسيحاها في الميكرويف عشان تمسك معايا. ما ينفعش طبعا اخففها بزيت، لاني لو خففتها بزيت القطعه اللي هيجي يمسكها يتبهدل منها خالص، مش هتبقى مشمعه معايا. والتارت دوت برضو انا بعمله على طول، يمكن دي اقل مرة انا كنت مخرجة فيها تارت. يا رب يكون فيديو النهاردة عجبكم. كالعادة لو عجبكم ما تنسوش تحطوا لي لايك واشتراك في القناة. اشوفكم في فيديو جديد، باي باي.